اليوم بشرح كيف تنزل فيديوهاتك في الانستغرام بجودة عالية بعد الانترو. شباب، عندكم هذا الفوتج، تمام؟ اعتبر انك لو انت خلصت وضبطت امورك، تمام؟ انا طبعا مسكر الميوزك عشان كوبي رايت اليوتيوب وما اتوهق، تمام؟ كل اللي عليك انك تسوي اي فور ان او فور اوت عشان تسوي سيلكت للبارت اللي انت تبغى تسوي فيه الاكسبورت. تروح الديليفر بيج، تمام؟ اول ما تي الديليفر بيج هني الماجيك او هني اللعبه، بس قبلها انا اباك تروح الاعدادات وتتاكد 100% ان انت التايم لاين مالك صورته 4K، وفي نفس الوقت عندك في التايم لاين اللي هو ريزولوشن يكون 4K نفس الاعدادات بالضبط، وتسوي تشيك على يوز فيرتيكال ريزولوشن عشان يكون الفيديو بالطول. لو كان بدون الصح هذا واضغط على سيف بيطلع عندك الفوتج غلط، مثل ما تلاحظ هني الفوتج عندي طالع خطأ بسبب اني انا اعطيته معلومات خطأ. فلازم انا اتاكد ان اذا انا جالس اسوي اكسبورت بالطول يوز فيرتيكال ريزولوشن يكون فعال واموري تكون في السليم، تمام؟ اضغط على سيف. وقبلها اذا تبغى تخلي الفريم ريت 30 او 60 عادي، الانستغرام يبقى 30، لكن انا دائما احب اني اخليه 60، واضغط على سيف. مثل ما تشوف بيطلع لي بهالطريقه. هني اللعبه الحين اول شيء تسيف الفايل بالاسم اللي انت تباه، تمام؟ وتحدد اللوكيشن، زين؟ من بعدها تشيل الفورمات تخليه MP4، من بعدها تخليه H.264، هذا يكون ثابت، لا تخليه 1080p ابدا. انزل تحت لين ما توصل للكواليتي، بدل اوتوماتيك خله ريستريكت 2 وخله 45,000، تمام؟ تنزل تحت وتضغط على مالتي باس انكودر عشان الاكسبورت يوم يبدأ مرتين، يخلص 100% ويبدأ مرة ثانية 100%، تمام؟ يمكن ياخذ شوية وقت على حسب قوة الفوتج اللي عندك. بعدين تروح للادفانس سيتنجز، تنزل تحت تخلي الكلر سبيس تاج RX 709 وتخلي الجاما تاج RX 709A، تمام؟ وبعدها تسوي فورس سايزنج تو هايست كواليتي تشيكت، واللي تحته تشيكت. في شيء لازم تسويه من بعد هذا الاكسبورت، شوف هالخطوات. تدخل 3 نقاط اللي على اليمين، تنزل تحت لين ما تشوف اللي هو ميديا كواليتي، وتتأكد أن upload at highest quality يكون فعال. بيكون عندك disable تسوي له enable وأمورك طيبة. وفي خطوة مهمة لازم تنتبه عليها في الكالر مانجمنت، تروح كالر مانجمنت تتأكد أن التايم لاين كالر سبيس والأوتبوت كالر سبيس يكونون RX 709 جاما 2.4. بهالطريقة إن شاء الله بتطلع بنتائج جدا طيبة في السوشيال ميديا. وهذا هو الفوتج اللي أنا سويت له اكسبورت، وشوف الديتيلز والكواليتي وكل هالأمور هذه. وبالتوفيق. مثل ما شفت أن الموضوع وايد بسيط ووايد سهل، طبق وإن شاء الله بتشوف نتائج جدا جميلة. إذا ما تتابعني في الانستغرام اكتب حمد أحمد في السيرش وبطلع لك أول واحد. ولا تنسى تسوي لايك، كومنت، سبسكرايب للقناة، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.